السلام عليكم. العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عماد بن سلمى من حضرموت، أسلم قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين يدعوه إلى الإسلام، ثم ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين ثم عزله عنها. ولما عاد أبو بكر العلاء بن الحضرمي إلى البحرين بعدما تولى الخلافة، وكتب إليه عمر رضي الله عنه أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله في البصرة. يقول سهم بن منجاب: غزونا مع العلاء بن الحضرمي في دارين، فدعا ب3 دعوات فاستجيبت له. نزلنا منزلا فطلب ماء ليتوضأ فلم يجده، فقام فصلى 2 وقال: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب، فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا. فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت السماء، فتوضأنا منه وتزودنا، وملأت إداوتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا. فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي: نسيت إداوتي، فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط. ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال: يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا. فتقحم البحر فخضنا فيه فخرجنا منه، فلما رجع أخذه وجع في بطنه فمات، فطلبنا ماء نغسله فلم نجده، فلففناه في ثيابه ودفناه. فسرنا غير بعيد فإذا نحن بماء كثير، فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فاستخرجناه فغسلناه. فرجعنا وحفرنا عنه فطلبناه فلم نجده، فقال رجل من القوم: إني سمعته يقول: يا علي يا عظيم يا حليم اخف عليهم موتي، أو كلمة نحوها، ولا تطلع على عورة أحد. فرجعنا وتركناه. يقول عمرو بن ثابت: دخلت في إذن رجل من أهل البصرة حصى، فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخة أذنه، فأسهرت ليله ونغصت عليه العيش نهارا. فأتى رجلا من أصحاب الحسن فشكى له ذلك الوجع، فقال: ويحك، إن كان شيء ينفعك الله به فدعوة العلاء بن الحضرمي التي دعا بها في البحر وفي المفازة. قال: وما هي رحمك الله؟ قال: يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، فدعا بها، فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه. رحم الله العلاء بن الحضرمي ورضي عنه.